هي فرمتا بيا بوتا تجبي أبي لا بابا أبو لا بابا ورطو تبي يكون بالسما كنا فلت لساني تبي ويا لا بابا أبو لا بابا بالسما تبقى النساني بركة تبينا بالسما تبقى النساني بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، كيف أحوالكم؟ بخيرين أخواننا السودانيين، أشقائنا، جيراننا. عندي توضيح شوية شيء بسيط نتكلم عنه اليوم. بعد السلام أريد أوضح لكم شيء واحد، لأنه قبل هذا كمان تكلمت أنا في السنة التي فات كيف يصير الأحوال بين الشعوب الذي موجودين البلد اللي يسموها أبيسينيا أصلا، الآن يسموها إثيوبيا، مع الأحزاب الأمهارة الكفار النجسين. والنجس الثاني كمان أخواننا السودانيين للأسف الشديد ربوا تعابين في بلدهم، تعابين ربوهم هناك، يعطوهم الأكل والمشروب وكل حاجة، وساعدوهم في الأشياء كثيرة، وقفوا معهم في الحرب التي كانوا يتقاتلوا مع هايلة سلاسة وكل شيء، ووطنوهم كمان. وهذا الجزاء الذي الحكومة السودانية والشعب السوداني الذي يسووا لأسياس الخنزير هذا، الذي يعضي صدر أمه. السودان تعتبر الأم حق إريتريا، لكن أسنانهم الخبيثة عضت صدر أمهم الذي ربتهم. فهذون الناس الذي لا فيهم شفقة ولا فيهم معروف ولا خير من الأمور الباقية، إلا أشرار شريين. البلد الذي سادنتهم حضنتهم وربت أجدادهم أبواتهم أولادهم رجعوا اليوم يعضوها من جديد. هذا أسياس وحزبه والمرتزقة الذي معاه. يعني إيش نتوقع منهم؟ ما في شيء نتوقع من أسياس نحن الذي سبقناكم كنا حضناه وربينا أجداده الشعب الأورومو، وكان الأكل والشرب ودمنا وقوتنا وأموالنا كنا نساعده. هذا الخبيث اللي اليوم رجع يقاتل مع الكفار المسيحيين الأمهارة، قتل ملايين من أورومو ومن عيال عمه كمان برضه التجراي. إيش تتوقعون منه هذا؟ اللي قتل عيال عمه وعيال خالته، شعب التجراي، شفتوا ما يسوى فيهم، وشفتوا البلد كيف نهب البلد. لا خلى سيارات، لا خلى أدوية، لا خلى صيدلية، لا خلى مستشفى، لا خلى مسجد، لا خلى حاجة. حتى البيوت حق الفقراء سرق منهم جذور، الحلل، القلاصات، السرير، الكبت، الأبواب، سطح البناء، ما خلى شيء، أي شيء لقط معاه، حتى السرير. شفتوا المقاتل الذي يحمل خروف بظهره ويركض؟ شفت المقاتل الذي يحمل سرير ويركض؟ وشفت المقاتل الذي يقول يحرر بلده أجا بدمه وما فيها، يسرق سيارات حق الناس وبيوت الناس، أموال الناس وحلال الناس. هذا هو أسياس. يعني للأسف الشديد ربيتم تعابين في بلدكم يا أخواني السودانيين. فأنا نقول لكم من الآن طهروا بلدكم. أي إنسان نجس من سلالة الشخص هذا الخبيث النجس، أسنانه ما تعرف تعضي أخوانها وأمها
وأبوها أسياس، هذا الذي اليوم أنتم اللي ربيتوه كان يمشي في جوازكم من بلد إلى بلد، كان يسافر، اليوم انقلب عليكم من ده يحاربكم مع الكفار. لأن مثل ما قال أبو المثل الجنس جنس ولو نجس، لأنه هو يتغلب أنواع وأشكال، مرة يصير مسلم، مرة يصير أرثوذكس، مرة يصير بينتي، مرة يصير كاثوليك، مرة هالشكل هم. يعني من طفولتهم أو أجدادهم سلالتهم تربت في الطريقة هذه. يعني الشخص الذي لا عنده خير ولا منفعة لأهله ولأولاده لأخوانه كيف يكون لجيرانه؟ والسودان الذي ربت أمثاله كثير، واليوم رجعوا اليوم يعضوا يعني صدر أمهم السودان، يقاتلوا مع الحبوش. فأخواني السودانيين نحن معاكم، الشعب الأورومي معاكم، ونساندكم بقوتنا بدمنا بمالنا وروحنا، نحن نوقف معاكم. نطلب منكم بس أنتم تفتحوا لنا مجال. مقاتلين عندنا كافي الحمد لله. الشعب الأورومي مثل ما يقولوا هذين الخبيثيين 50 مليون، نحن أكثر من 50 مليون، نوصل حتى 60 مليون. نحن نوقف معاكم ونناشدكم الرؤساء والمسؤولين السودانيين افتحوا المجال لأخوانكم الأورومو. نحن نوقف معاكم، سلحوا نحن ونحن نوقف معاكم ونقاتل الخبيث هذا. التعابين اللي ربيتوهم داخل بلدكم هذنا رجعوا، يقول لك كسل حقنا، والمناطق أكثر مناطق اللي هم كانوا عايشين فيها اللاجئين اليوم يرجعوا يطالبوا فيه، يقول لك البلد هذه حقهم. وين جايبين؟ وين كانوا أسرهم وفصلهم أيام مليلك؟ ونحن اللي ربيناهم قبلكم ونعرفهم، ونحن ما ناسين كما الوعد الذي وعد قائد القوات المسلحة الجبهة المرحوم تحرير أورومو OLF جارة أبا قدا الله يرحمه ورحمة الله عليه. نتذكر الكلام اللي هو قال له لما كانوا في صوماليا، قال له اليوم نحن اتفقنا وعدونا واحد، نتخلص من عدونا، لكن بكرة هنرجع نتقاتل معكم. قال أسياس في لسانه. نفس الشيء الذي حصل مع السودان الآن. فلهذا أقول لكم يا أخواني السودانيين في كل مكان، في كل ولاية، في كل قرية، في كل مدينة السودان، طهروا أراضيكم من النجسة. جماعة أسياس طهروهم، ارموهم في النهر، دبحوهم، ولا تخلوا واحد منهم. وبكرة ما يخلوكم هذون الناس، بكرة ما يخلوكم بعد هذون الناس. أول ما شوية يطلع لهم سن واحد في أطفالهم، في السن الواحد هذاك يعضوا السودان مرة ثانية. فلهذا نطلب من أخواني السودانيين أنه يحافظوا في بلدهم ويشوفوا شعبهم ويطهروا بلدهم من النجسة والمسيحيين الكفار هذا اللي يتقلبون مثل الحنش، مرة يكونوا مسلمين ومرة يكونوا مسيحيين ومرة يعني كذا، مثل الميشار كيف يأكل الخشب، هذن يأكلوا أولادهم، يأكلوا أهلهم، ويأكلوا جيرانهم. فالتعابين هذن نظفوهم من بلدكم يا شعب السودان، إذا دريتكم بلدكم تعيش بالسلام، والشعب الأورومي وراكم، نساندكم نحن. فلهذا النجاسة أسياس والشخص اللي يسموه دحين رئيس الوزراء يسموه أبي أحمد. أول شيء نقطة واحدة لازم أن تعرفوا يا أخواني، أبي ما هو اسمه أبي الحقيقي، ولا أحمد أبوه، هو اسمه كاساي ولا أبيوت.
أبوه الحقيقي اسمه كاساي، وهو أبيوت كاساي، أو يسمي نفسه مرات أبي كاساي. ومحمد وأحمد الأسامي هذا كله غلط بغلط. أحمد سألوه الله يرحمه قبل ما يتوفى، قال أنا ربيت أولادي مثل ربيته هو فقط. صلة الرحم ما في بينهم، وشفتوا كيف تعامل مع أبوه وتخلص من أبوه هذا الحبشي الخنزير، وهو أسلم مش من سلالة أورمو، هو من سلالة ميليليك الدي أجو، أصلهم هم جايين من برازيل. وبعد كمان هالي سلاسة الذي جاب معاه من جامايكا هم هذون الحبوش الذي وطنهم في البلد وعلمهم القراءة والكتابة واللغة حتى يسموا نفسهم هم أمهارة. والناس اللي دحين موجودين حاليا اللي موجودين في السلطة أغلبيتهم هم من الفروخ حق برازيل، من الفروخ حق جامايكا. هذون الناس يعني تربوا كلاب ولا تربوا الناس هذون، ولا تأكلهم ولا تشربهم. ارحموا الحيوانات الباغية. إذا بدل ما ترحموا هذون الشعوب النجسة اللي يعضوا صدر أمهاتهم، هذا أسياس وأبية. لا تشوفوا أقوالهم تاني وقلوبهم تانية. والناس هذون الذي محروقين من الأمة الإسلامية يريدوا يدمروا الأمة الإسلامية، ما في بينهم إلا الفتن والهمجية داخل السودان وداخل كينيا وداخل الحبشة. فلهذا ندائي لأخواني السودانيين أقول لكم طهروا بلدكم من النجسة. نجسوا بلدكم اللي أمس كنتم تعطوهم لعشان يعيشوهم، تكرموهم وسكنتوهم وثقفتوهم وعلمتوا أولادهم، من دول يوم رجعوا يعضوكم بأسنانهم. الأم السودانية يعضوها اليوم بأسنانها من الصدر الذي شربوا منه الحليب ووصلوا للمرحلة هذه. فلهذا يا أخواني أقول لكم طهروا بلدكم تطهير كامل من النجسة هذا. سياسة أسياس وأهله وأجداده كلهم شيلوهم من داخل البلد. أي واحد مسيحي تحصلوه داخل البلد هو إلتري شيلوه، ما تخلوه هناك، نظفوه. هو من جماعة أسياس. شفتم شو الذي سووا في بلدكم؟ رايحين يدمروا السودان بعد الولايات اللي عاشوا فيها أجدادهم. اليوم يقول لك أرضنا هذه، يطالبوا فيها أنه أرضهم. من لهم الأرض هذا؟ أنا إنسان غريب تغربت عندكم وعيشت عندكم، ولما نكبر القوة حقي استخدمها في الشعب السوداني، الشعب الذي طلعني من الجوع والفقر ورباني وعلمني. هذا هو جزاء؟ لا أبدا، عند الإسلام حرام مطلق. فهذون النجسة ما يعرفوا حرام ما يعرفون، ولا يعرفوا المعروف إلا بالنهب والسرقة والخيانة. هذا حياتهم كلها الذي حصل فيه في الأيام السابقة وأجدادهم اللي تربوا فيه. هذا ندائي الأول والأخير. يا رئيس الوزراء، يا رئيس الجمهورية السودانية، أنا أطالبكم وأناشدكم أن توقفوا وتفتحوا لنا مجال مع الشعب الأورومو. نحن ديننا واحد ودمنا واحد ومجرانا واحد. تربينا بالنيل
وشربنا من النيل وحياتنا كلها مربوطة بالنيل، فما يفرق بيننا شيء نحن أبدا. يا شعب السودان نطلبكم تفتحوا لنا مجال وتسلحوا شعبنا ونوقف معاكم وقفة رجال، مش وقفة الكلاب مثل أسياس. والكلاب حقه الثاني أبيوت كاساي، أنا سميته إديوت كاساي مش أبيوت، هذا إديوت كاساي. كذب على العالم وكذب على شعبه وكذب على أمه وأبوه. في البداية قال نحن أنا من أورومو، تربيت في مدينة أورومو وخلقت في أورومو وأنا رجل مسلم، وسمى نفسه كذا. كانت أمه كانت خادمة عند أحمد في المزرعة حق البن، كانت تلقط بن وهو كان عمره 2 وتربى هناك. وأحمد كان في الأخير هي طلبت منه يتزوجها وصارت المرأة الرابعة لعشانه وما خلفت له أولاد إلا هذا الفرخ هذا الذي ما معترف أبوه. حتى كاساي كان يقول أمه أجت وهي حاملة، من حملت ما حد يعرف. على كل حال، فندائي الوحيد للشعب السوداني الشقيق، أطلب منكم الطلب هذا: طهروا بلدكم قبل ما تجيكم العاصفة حق الكفار هذه. هذا هو الذي أنا أقول. وأختم أقوالي في الأخير: تحياتي للشعب السودان، وتحياتي للقوة المسلحة، وتحياتي لجميع الوزراء والرؤساء السودان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.